السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل معاكم النهاردة الكيكة اليومية او كيكة امهاتنا. سهل خالص وبسيطة، مقادير بسيطة، هنعملها كمان ببيضة واحدة. هتطلع معانا هشة، لون فاتح. انا النهاردة هجيب كل التركات او كل الغلطات اللي احنا بنقع فيها لما بنيجي نعمل كيكة. غمجان الكيكة، او هبوط الكيكة معانا، او ان الكيكة بتبقى عجينة من جوه، او بيبقى فيها فراغات كبيرة. كل ده هنتفاداه. هناخد معانا لون فاتح للكيكة، قوام هش خالص. المسام بتاعتنا زي ما انتم شايفين معانا. آه، شكل الكيك معانا هش جدا، فلافلي، جميل خالص. وكمان معانا المقادير اقتصادية خالص، سهلة وبسيطة. شايفين الكيك معايا من جوه هش خالص وطاري وسفنج معايا. نبدأ الفيديو معانا، بس قبل ما نبدأ صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. لايكات كتير بقى عشان الفيديو يرفع معانا. في البداية كده احنا هنستعمل معانا شفشق الخلاط. هنزل معايا هنا بعدد واحد بيضة بس، درجة حرارة المطبخ. ما نكونش مطلعينها من التلاجة، علشان لما بتكون في التلاجة ده اللي بيخلي معانا الكيكة تهبط. فمعانا البيض هنا يكون بدرجة حرارة المطبخ. هضيف عليه كوباية من السكر، سكر حبيبات عادي. يستحسن ان هو يكون سكر لونه ابيض كده فاتح، علشان ما يغمقش معانا الكيكه. نص كوبايه من الزيت، زيت نباتي يفضل، يعني علشان ما يبقاش زيت التومين بيبقى ليه ريحه، فبيدي معانا كده نكهه غريبه للكيك بعد التسويه. هضيف معايا كوبايه حليب، حليب عادي دافي، ولا هو سخن ولا هو بارد ولا هو ساقع من التلاجة، دافي عادي بدرجة حرارة المطبخ. هنزل معايا بكيسين من الفانيليا، او ممكن معلقة من الفانيليا السايلة. هضربهم معايا كده كويس. هنا هحضر معاكم الخليط الجاف. هنزل معايا هنا بكوبايتين ومعلقة من الدقيق، كوبايتين ومعلقة من الدقيق معايا هنا، نفس الكوباية اللي بعير بيها كل المقادير. وهضيف عليها كيس من الكيك شيف. هنا بنخل معايا الدقيق 3 مرات. ده بيدخل معايا هوا، ده اللي بيعمل معايا هشاش للكيكه كده، تبقى هشه ومرتفعه معايا. لما بدخل بين جزيئات الدقيق زي كده ادخل هوا، ده بيساعد على ان هي الكيكه تبقى هشه معايا. هنزل هنا معايا بالخليط السائل على الدقيق بالشكل ده كده. هقلب معايا الخليط في اتجاه واحد، علشان ما طلعش الهواء اللي انا مدخلاه جوه الكيكه. طيب في معانا كمان سر تاني دلوقتي يا كوكي. الكيكه بتبقى غامقه معانا كده خالص. ايه يعني إيه سرك فيها ان انتي بتطلعيها باللون الفاتح ده؟ هقول لك السر بسيط خالص. معايا معلقه، ده اسانس، معايا اسانس خل. الخل كده من عند العطار، اقول له انا عايزه ايه الاسانس بتاعه، يعني علبه كده مكثفه من الخل الابيض. ما عندكيش عادي ممكن تحطي معلقتين من الخل الابيض العادي. ضفت هنا كده معلقه من معالق الشاي من الخل، من اسانس الخل الابيض زي كده. ده بيساعد على ايه؟ بيساعد على هشاشة الكيكة، على ارتفاعها معانا، تحافظ على ارتفاعها ما تهبطش معانا، تحافظ على اللون بتاعها الفاتح. طيب المقادير اللي انا عملتها دي هسويها معايا هنا في صينيه مقاس 32. طيب مش عارفه انا مقاس صينيه 32 ده ازاي. عندك الطقم بتاع الصواني، الصينيه الوسط، الصينيه الوسط هي دي الصينيه المقاس 32. هضيف معايا الخليط كله كده، بدبه معايا على الرخامه كده دبتين او 3، عشان اطلع لو في اي هوا زياده. ده اللي بيعمل معايا مسام واسعه خالص كده جوه الكيك، وبلاقي فيها فراغات كبيره. لما بدبها على الرخامه كده بتفادى الحته دي خالص. بدخلها معايا هنا الفرن، يكون معايا سخن على درجه حراره 180. بفتح الفرن من تحت بس، ما بفتحش الشوايه. بعد ما اتاكد ان الكيكه
استوت معايا واخدت اللون الذهبي ده. طيب لو وشها لسه ابيض ما اخدش اللون الذهبي، بفتح لها الشوايه، ببقى واقفه جنب الفرن، لان هي في لحظه بس كده ممكن لا قدر الله تتحرق معايا. طيب بعد ما بتبرد معايا كده بطلعها وبقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. خطيره، طعمها فوق الخيال، اقتصاديه خالص وسهله وبسيطه، هتعجبكم ان شاء الله. امشي على التركات اللي انا عاملاها. مين يصدق ان صينيه الكيكه دي انا عاملاها ببيضه واحده، ولا تقولي 3 ولا 4 ولا 5، لا هي بيضه واحده بس عملت بيها كل الصينيه دي. بسم الله ما شاء الله. معايا القوام ممتاز، اللون تحفه، اسفنجيه خالص كده. اكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.